السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان التسامح في الإسلام راحة وسعادة. وقبل ما أدخل في الموضوع الحقيقة حابب أسأل حضرتك سؤال: كم مرة نمت وأنت قلبك موجوع من كلمة أو موقف حد عمله معاك؟ كم مرة حسيت إنك شايل حمل تقيل جواك ومش قادر تتحمل؟ الحقيقة إن موضوع الكره والزعل والحقد بيخلوا حياتنا مرهقة، حتى لو عندك فلوس أو نجاح أو أي حاجة. إنما أول ما تسامح بتحس بسلام وراحة ما تتوصفش. يا جماعة، التسامح مش ضعف ولا إنك قليل حتى قدام نفسك، لا، دي قوة كبيرة، وده خلق علمهن الإسلام، وربنا مدح اللي بيتحلوا بيه. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني مش بس تمسك نفسك وقت الغضب، لا، لكن كمان تعفو وتسيب الموضوع لله. والأجمل إنك تحسن لمن أساء إليك، واللي يعمل كده ربنا بيحبه. تخيل إيه أعظم من إن ربنا نفسه يحبك. واللي عايز أقوله لحضرتك إن التسامح طريق لمحبة ربنا. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربنا بيقول لك: وعفيت عن الشخص ده وأصلحت، الأجر عندي أنا، مش هتاخده من البشر ولا من كلمة شكر، لكن الأجر من ربنا يوم القيامة. واللي عايز أقوله لحضرتك إن اللي يسامح بيتعامل مع ربنا مش مع الناس. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. الله، يعني رد الإساءة بالحسنى. ساعتها هتلاقي عدوك اتحول كأنه صاحب قريب. شوف قد إيه التسامح ممكن يغير قلوب الناس. واللي حابب أقوله لحضرتك إن التسامح مش بس يطهر قلبك، لا، ده كمان ممكن يغير قلوب اللي حواليك. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله، يعني ما تخافش إنك تتنازل أو تسامح وتفكر إن قيمتك هتقل. لا طبعا، ده بالعكس، ربنا بيرفعك أكتر. واللي عايز أقوله لحضرتك من الحديث ده إن التسامح بيرفعك عند ربنا حتى لو الناس مش واخدة بالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. يعني اللي يسيطر على نفسه وقت الغضب وهو كان قادر ينتقم لكنه سامح، ربنا يكرمه يوم القيامة بتكريم خاص. واللي نطلع بيه من الحديث ده إيه؟ إن لحظة واحدة من التسامح ممكن تغير مصيرك في الآخرة. الله. طب تعالوا نشوف قصص كده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتظلم واتشتم واتطرد من مكة، لكن لما ربنا أنعم علينا وأنعم على النبي بفتح مكة بعد ما خرج منها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، كان يقدر ينتقم، لكنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليك يا حبيبي. تسامح عظيم غير قلوب أعدائه وخلاهم يدخلوا الإسلام. وسيدنا يوسف عليه السلام، إخواته لما ظلموه ورموه في البير
لكن لما ربنا أنعم عليه وبقى عزيز مصر قال لا تثريب عليكم اليوم عليه السلام، سامحهم رغم كل اللي عملوه فيه. طب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما ابن خالته مصطح اتكلم في حادثة الإفك ضد السيدة عائشة، سيدنا أبو بكر زعل وقطع عنه النفقة اللي كان بيبعتها له، فنزلت الآية الكريمة وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سارع سيدنا أبو بكر وقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وبسرعة رجع يعطي النفقة لمصطح مرة أخرى. والحقيقة إن حياتنا كلها مليانة قصص عن التسامح. طب ركز معايا، أب سامح ابنه رغم عقوقه، والنتيجة إن الابن تاب ورجع له. اتنين أصحاب كانوا متخاصمين سنين طويلة، ولما اتصالحوا حسوا إنهم رجعوا للحياة من تاني. واللي عايز أقوله لحضرتك إن اللي يسامح مش بيخسر، لا بالعكس، ده بيربح ويكسب راحة قلبه ورضا من ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، يمكن في حياتك دلوقتي حد ظلمك أو حد كسر قلبك أو جرحك بكلمة، يمكن تقول مستحيل أسامحه. لكن أنا عايزك تقف مع نفسك كده وتسألها، تحب يوم القيامة ربنا يسامحك على ذنوبك؟ لو عايز قلبك يهدى وتنام مرتاح، سامح. سامح مش علشان هو يستاهل، لكن علشان انت تستاهل تعيش مرتاح وتستاهل مغفرة ربنا. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة قوي، إن التسامح ده مش ضعف ولا عجز، التسامح قوة، مفتاح لراحة البال وسعادة في الدنيا وجنة في الآخرة. ابدأ بنفسك، ابدأ النهاردة. لو زعلان من حد سامحه، يمكن تكون الخطوة دي سبب إن ربنا يفتح لك أبواب خير ما كنتش تتوقعها. وأخيرا أدعو الله، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد واملأها يا رب رحمة وصفاء وحبا. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس لتجعلنا من المرحومين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن أساء إلينا. اللهم ارزقنا قلوبا بيضاء نقية، واملأ حياتنا راحة وسكينة، واجعلنا يا رب من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لحسن استماعكم، وما تنساش ويا ريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.